زوجة بتقدم لزوجها الأكل وهو بياكل كده، قال لها إيه ده؟ ليه الملح زيادة في الأكل؟ هو أنت كده كل حاجة تعمليها لازم يبقى فيها مشكلة؟ ردت عليه الزوجة وقالت له أنت أصلا اللي عينك ما بتشوفش غير الحاجة الوحشة، مفيش حاجة كويسة أنا عملتها وكنت بتعلق لي عليها، لكن عندي الوحشة وبيعلى صوتك قد كده. وكلمة منه على كلمة منها رمى عليها يمين الطلاق وباظت الأسرة. كل ده ليه؟ عشان جم عند الهيفا وتصدروا، عشان هما الاتنين حبوا ينتصروا لنفسهم، في النهاية الطرفين خسروا. بصوا يا جماعة، في حياتنا كده واحنا ماشيين هنقابل مشكلات كتير، في منها المشكلة اللي تستاهل فعلا واللي لازم نقف عندها، واللي في النهاية الطرفين هيكسبوا، هيتعلموا من المشكلة ديت وهيبقى الاختيار صحيح اني وقفت فيها. وفي حاجات تانية هايفة ما ينفعش ان انا اقف فيها، لان في النهاية كل واحد فينا هيبقى عايز ينتصر، كل واحد فينا هيقول ان انت اللي غلطان وان انا المظلوم دايما وانت دايما بتيجي عليا، وفي النهاية الطرفين بيخسروا ويرجعوا يندموا. الكلام ده عادي جدا لو أنا حياتي لسه طويلة، ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. حياتنا قصيرة، وكل ما اخترنا اختيارات مش صح كل ما ابتدينا نضيع عمرنا على الفاضي، وابتدينا نندم ونبتدي لسه هنتعلم من غلطنا ونبتدي نحسن في المرة اللي بعدها. طب وعلى ايه ده كله؟ طب ما انا من البداية ابتدي اختار الاختيار السليم، من البداية ابتدي اقف على الحاجة اللي تستاهل ان اقف عليها. طب انا هعمل كده ازاي؟ وهتبقى اختياراتي سليمة ازاي؟ وهرضى باختياراتي ازاي؟ بالذكر. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. طيب يعني ايه؟ يعني في الفجر اللي هو ايه؟ قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب يعني في العصر، ومن آناء الليل يعني في العشاء، وأطراف النهار يعني في الظهر وفي الايه وفي المغرب. يعني كل الأوقات أقعد أسبح، أقعد أذكر ربنا. في النهاية هبقى ابتدي اختياراتي هتكون سليمة، أقف على الحاجة اللي تستاهل إن أقف عليها، أقف عشان ابتدي أتعلم أنا واللي معايا من المشكلة اللي احنا فيها، مش عشان كل واحد فينا يحس إن هو اللي منتصر على التاني. كفاية يا جماعة نضيع عمرنا في الهيفا ونتصدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.